هو انت صدق رجال لو مجرد مشروع مريض قيد العلاج؟ هل تحس بالحنين لزمن الرجال العمالقه؟ هذولاك الرجال اللي كان الواحد منهم انه يدخل البيت ويحكي بصوت عالي، تسكت النساء وتنهزم الاطفال والفيران من الشبابيك. وين راح بذيك الهيبه؟ اليوم صاروا الرجال ملطشه مال الانترنت، يتهموهم بانهم ذكوريين متعفنين، وان هم ياكلون اكبر قطعه بالماعون، ويستولون على امتيازات اجتماعيه ما يستحقوها. فجاه تحولت الرجوله من فضيله الى ازمه عالميه، والسؤال هنا هل العيب بالرجال اليوم لو بالرجال اللي قبلهم؟ شوف صديقي، جمعية علم النفس الأمريكية تشوف أن الرجولة التقليدية اللي هي عبارة عن قمع المشاعر والاعتماد على النفس موضوع كلش خطير يخلي الرجل عدواني ويأذي نفسه. إيه يا صديقي، تحولت الرجولة بهذا عصرنا إلى اختصاص طبي، فإذا كنت صامد وعقلاني وما تطلب المساعدة فأنت غالبا مصاب بمتلازمة العمل العاطفي. والأرقام مرعبة يا صديقي، 78% من حالات الانتحار هي للرجال. والمشكلة شنو؟ المشكلة أنه الرجال جاي ينتحرون بصمت، لانه احنا كرجال نخاف نكون اقل رجوله اذا بكينا. وهنا يا صديقي تم اقناعنا ان الرجال الناشف هو الحل، لكن الحقيقه هذا الضغط يدمرنا تماما ويخلينا عبيد للعالم بدل ما نكون اسياد على مشاعرنا مثل ما تقول الفلسفه الرواقيه. خليني اصدمك بحقيقه مستفزه، انت تدري اكو رجال يحجزون ساعات طويله مع مقدمات خدمه مو لغرض الممارسه الجنسيه، لا يا صديقي، يحجزون هاي الساعات الطويله حتى يبكون باحضانهن. هذول الرجال اللي تشوفهم بالخارج او برا كأنهم وحوش كاسرة يدفعون فلوس مقابل حفنة من الحنان أو الحضن حتى ينقذهم من الضياع. زين هذا شلون يصير؟ هذا يصير يا صديقي لأن المجتمع علمنا أن الرجال ما ينهار، احنا نعيش بخدر عاطفي. الثقافة الأبوية ما تخلى الرجال يعترف بمشاعره وبأوجاعه، وحتى النساء ما يريدن يسمع عن شكوى الرجل وأنينه أو حتى التعامل ويا هشاشته. تخيل يا صديقي حتى توني سوبرانو زعيم العصابة المرعب وقع وصارت عنده نوبة من الخوف وما لقى مفر إلا القنفة الطبية الخاصة بطبيبته النفسية حتى يحكي لها عن اوجاع طفولته. شوف يا صديقي، الرجوله هي مو جين تنولد بيه، الرجوله هي دور اجتماعي ينصنع ويتفكك حسب الحاجه التاريخيه. وعلى سبيل المثال بقصص الف ليله وليله كانوا الرجال يبكون ويولولون من لوحه الحب، وما كان احد يقول عليهم هذول انصاف رجال. اما اليوم فالشركات الكبرى تريدك عقلاني وعاطفي حتى تتواصل بعاطفتك وتزيد الانتاج. هاي الشركات حولت مشاعرك النبيله والحساسه الى اداه اداريه، ولهذا السبب لا تخلي احد يحسك بالعار من رجولتك، ولا تقعد تصنع لنفسك توقعات هي مو صحيحه اساسا. هاي التوقعات مثل توقعاتك بالسيطره المطلقه على كل شيء. وهسه قولوا لنا بالتعليقات شو وقت كانت اخر مره بكيتوا بيها. على السلامه.